الليلة المرعبة داخل سرايا العمدة المهجورة. أنا اسمي كريم ودي قصتي حصلت لي من حوالي سنة، ولسه لحد النهاردة كل ما أفتكر جسمي بيشعر. أنا من النوع اللي عمره ما كان بيصدق حكايات الجن والأماكن المسكونة. أي حد كان يحكي لي قصة رعب كنت بقول عليه بيبالغ أو بيتخيل. لحد الليلة دي كنت راجع من شغل متأخر، وقعدت مع كم واحد من أهل القرية على القهوة صغيرة جنب الطريق الزراعي. شفت الكلام واحد كبير في السن قال اوعى حد يقرب من سرايا العمدة القديم بعد المغرب. ضحكت وسألته ليه يعني، بصله وسكت شوية، وبعدين قال اللي دخل بالليل سمع حاجات عمرها ما نساها. الكلام شدني أكتر وخوفني. سألت عن مكانها وصف لي الطريق. تاني يوم بالليل أخدت الكشاف بتاعي ورحت. كانت السرايا واقفة لوحدها وسط أرض واسعة فاضية، والمبنى كان قديم جدا، 3 أدوار وشبابيك كلها مكسورة. أول قربت حسيت سكوت غريب. دخلت من باب خشب مخلوع نصه، الأرض كانت مليانة تراب وزجاج مكسور. في البداية ما كنتش فيه فاهم أي حاجة غريبة. ما كانش فيه أي حاجة غريبة، لكن أنا ماشي في الممر الرئيسي سمعت صوت خفيف، صوت هبد زي صوت حد بيخبط على الحيطة بإيده. وقفت أسمع صوت وقف. مشيت تاني رجع الصوت، فضلت أدور عليه لكن ما كانش فيه أي حد. قنعت نفسي إن ممكن يكون صوت خشب قديم أو حاجة طبيعية. طلعت الدور التاني وأنا بدأت أحس إن في حاجة غلط. درجة الحرارة بدأت أبرد بشكل ملحوظ. وأنا بعدي جنب أوضة مقفولة سمعت صوت واضح جدا من جوه، صوت نفس زي واحد واقف جوه الأوضة بيتنفس بصوت عالي. ثبت مكاني، قربت ودني من الباب. الصوت كان موجود فعلا، لكن أول ما لمست المقبض الصوت اختفى. فتحت الباب بسرعة، الأوضة كانت فاضية تماما، مفيهاش غير دولاب مكسور وسرير قديم. قفلت الباب ومشيت، لكن قبل ما أبعد بخطوتين سمعت نفس الصوت من ورايا والأوضة تاني. المرة دي جريت بعيد من غير ما أبص. بدأ الخوف يدخل قلبي، كل الفضول كان الأول. طلعت الدور التالت. أول ما وصلت فوق لقيت في آخرها شباك مفتوح، ومن عند الشباك دي كنت سامع صوت حاجة بتتحرك جوه، زي رجلي بتجر على الأرض. مشيت ناحية الصوت، كل ما أقرب الصوت يقرب، ولما أوصل للمكان يسكت. فجأة سمعت صوت خبط جامد تحت، كأن باب كبير اتقفل بعنف. نزلت أجري للدور الأرضي، لقيت باب الخروج اللي دخلت منه مقفول مع إنه كان مفتوح. فضلت أحاول أفتحه لكن ما كانش بيتحرك. في اللحظة دي سمعت صوت خطوات فوقيا مباشرة، خطوات سريعة، واحد بيجري، لكن السراير كلها كانت فاضية. رفعت الكشاف لفوق وشوفت حاجة. لحظة شخص واقف في نهاية السلم، طويل بشكل غريب، ساكت ويبصلي. أول ما نور الكشاف جه علي اختفى، حرفيا اختفى. رجعت لورا وأنا مش قادر أصدق اللي شفته. بدأت أسمع أصوات، أبواب بتفتح وتقفل في كل الاتجاهات، صوت همس مش فاهم الكلام، لكن أكتر حاجة رعبتني إن الهمس كان بيقرب لدرجة إن حسيت إن حد واقف جنب ودني. فجأة سمعت كلمة واضحة امشي. جسمي كله اتجمد. بصيت حواليا، مفيش حد، لكن الكلمة اتكررت تاني امشي. المرة دي كانت أعلى. فضلت أجري ناحية الباب بكل قوتي. فجأة الباب اتفتح لوحده من غير ما ألمسه، وطلعت برا السرايا بأقصى سرعة عندي. موقفتش غير لما وصلت لأول بيت في القرية. فضلت طول الليل منمتش، وفي الصبح رجعت للمكان مع 2 من أصحابي. كنت عاوز أثبت لنفسي إن اللي حصل مجرد خوف، لكن أول ما دخلنا لقينا حاجة غريبة جدا. في التراب اللي على الأرض كانت فيه آثار داخلة لجوه السرايا، لكن ما كانش فيه أي آثار خارجية ولا حتى آثار أقدام. كأن الأرض نفسها بتاعتها. ويومها ما رجعتش للمكان تاني. والأغرب من كده إن بعد ما حكيت اللي حصل لبعض كبار القرية، واحد منهم بص وقال لي أنت محظوظ. سألته ليه محظوظ ليه؟ قال لي عشان كل اللي سمع كلمة امشي قدر يخرج، لكن مش كل اللي دخلوا السرايا سمعوها. ساعتها بس حسيت إن اللي حصل لي يمكن كان أخف بكتير من اللي حصل لغيري. لحد النهاردة بقى كل ما أعدي من الطريق اللي جنب السرايا أبص ناحيتها ثانية واحدة. في كل مرة تقريبا بحس إن في حد واقف في أحد الشبابيك المكسورة ويتبصلي. لكن السؤال الحقيقي، لو كنت مكاني كنت هتدخل السرايا ديت ولا لأ؟ اكتب رأيك في التعليقات، متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ميفوتكش أي قصة مرعبة جديدة.
أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.